كمدير مبيعات ازاي تكون نجم شركتك خلال اول 90 يوم. لما تكون لسه ماسك منصب مدير مبيعات جديد، كل العيون عليك، كل رقم بيتحسب وكل قرار بتاخده او بياخده حد من الفريق بتاعك هيكون انعكاس ليك. عايز تعرف الحقيقه؟ اول 90 يوم هم الاختبار الحقيقي، يا اما تكون نجم الشركه الجديد او هتكون المدير اللي طلع اقل من التوقعات. اول غلطه بيقع فيها 80% من المدراء الجدد ان هم بياخدوا قرارات عنيفه عشان يبانوا ان هم جامدين قبل حتى ما ياخدوا فرصتهم عشان يفهموا الدنيا ماشيه ازاي، وبالتالي ممكن يخسروا قبل ما يبدا. هنقسم ال90 يوم ل3 مراحل، وركز معايا عشان تعرف المفروض تعمل ايه في كل واحده فيهم. اول 30 يوم مش وقت التغيير، ده وقت الانطباعات الايجابيه بس. هم مش هيقيموا كل حاجه خلال اول 30 يوم، بس على الاقل عايزين يشوفوك بتشتغل. عشان تنجح في اي شركه ومع اي فريق، وخصوصا لو انت جديد عليهم، لازم تفهم ايه هي استراتيجيه الشركه وايه الاهداف اللي عايزين يحققوها، ايه هي طبيعه التسويق بتاعهم، وايه طبيعه الفريق بتاعك والعلاقات اللي بينهم، الارقام الحقيقيه اللي حققوها قبل كده، ولو عندهم تقييمات سابقه يا ريت تعرفها. خد من تقييم الاداره وما تعتمدش عليه بشكل كامل، لازم تلاحظ بنفسك وتسال طول الوقت جوه الشركه وبره الشركه عشان تقدر تكون صوره معقوله. ساعتها هتقدر في نهايه الشهر يكون عندك تصور لخطه المبيعات بتاعتك. لكن خلي بالك من حاجه مهمه جدا، لازم تبقى لطيف مع الكل وتتكلم مع الكل وتتعلم من الكل. اوعى تاخد قرارات عنيفه في الوقت ده، اديني حذرتك. ال30 يوم التانيين هم مرحله التنفيذ. بعد مرحله التحليل والتخطيط يجي وقت التنفيذ. ابدا في الحركه مع فريقك بناء على النظام اللي انت حطيته. خلاص انت عرفت دلوقتي الفرص اللي انت هتروح لها والتهديدات اللي انت هتاخد بالك منها وازاي هتقدر تحقق التارجت بتاعك. ابني علاقه الثقه مع فريقك بدعمك ليهم، تقييمك لنقاط القوه والضعف اللي عندهم، ونصايحك الواقعيه للتطوير. كل ده لازم يكون بناء على KPIs واضحه. وقتها شغلك هيوصل للاداره وللبياعين وهيحبوا يسمعوا كلامك، لان هم شايفين ان قراراتك مبنيه على الحقائق مش الافتراضات، وانك ما خدتش وجهه نظر طرف وسبت الطرف الثاني. بالعكس، انت دايما بتسمع الكل. ووقتها هتكون بنيت ثقافه جديده جوه فريقك وجوه شركتك، بدل ما تكون انت واحد من اعذارهم ان هم مش عارفين يحققوا عشان انت مش فاهمهم. اما اخر 30 يوم فدي مرحله الانطلاق، دي مرحله التقييم الكامل لكل اللي انت بتعمله وبيعمله فريقك، وده وقت القرارات الجريئه. ساعتها هتكون نتائجك بدات تظهر في زياده المبيعات، وهتقدر تقرر فريق النجاح بتاعك شكله عامل ازاي. هتقدر تقرر مين يكمل معاك ومحتاج تطوره ازاي، ومين ما ينفعش يكمل معاك بعد ما يكون خد فرصته معاك في التقييم. ولما تعين هتعين مين وهيعمل ايه عشان تحقق اضعاف الارقام المطلوبه منك. كل ده هتقدر تعمله والاداره واثقه فيك، وفريقك شايفك القائد اللي بيطورهم وبيدعمهم وبيحقق معاهم الاضعاف، وبالتالي هتكون نجم شركتك. تابعنا عشان تعرف اكتر عن اداره المبيعات وازاي تقدر تضاعف مبيعاتك باستمرار.